مساء الخير. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا أفكار أونلاين. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعرف إزاي ممكن أتجنب أي مواقع مش كويسة أو مواقع إباحية أو صور إباحية على الفيسبوك بتقابلنا كتير. إزاي نشيلها وإزاي نتصرف معاها علشان ما تجيلناش تاني وما تضايقناش تاني. أول حاجة بروح عند القائمة. تمام. فبختار الاعدادات والخصوصيه زي ما انا اعملها لكم. انا مشيت بالخطوات وعلمت عليها كل واحده لوحدها علشان تبقى الامور كلها واضحه. هي يعني مش هتاخد مننا اكتر من 7 خطوات بالظبط. هنمشي معاهم واحده واحده علشان نعملها بالترتيب. بنروح للقائمه وبنختار منها الاعدادات والخصوصيه زي ما احنا شايفينها كده عندنا. بعد ما نختار الاعدادات والخصوصيه دي بتجيب لي الصفحه دي. بنروح عند الاعدادات، تمام، اللي هي في القائمه دي. بنختار الاعدادات، دي الخطوه الثانيه. بعد كده بنروح عند التفضيلات. التفضيلات دي بننزل فيها كده عند آخر الأخبار، بنختار آخر الأخبار، دي الخطوة الثالثة. بعد كده بنروح عند ما الذي يتم عرضه في الموجز، اللي هي الحاجات الموجزة، يعني الحاجات اللي في الآخر خالص. تمام. بنروح عند كلمة تخفيض دي. تمام، شايفينها؟ أنا معلم عليها إن دي الخطوة رقم 4 عند تخفيض دي. ولو احنا قرينا الكلام هنا هتلاقيه بيقولك إيه: يمكنك إدارة المحتوى الذي يتم تقليله أو نقله إلى ترتيب متأخر في الموجز. يعني ده هيجيلك في الآخر خالص. تمام. طيب، بعد ما بندوس على تخفيض دي، الصفحة دي اللي هي يمكنك اختيار ظهور يمكنك اختيار طريقة ظهور بعض عناصر المحتوى التي تقوم عادة بتقليل انتشارها في الموجز لديك. وبيجيب لي محتوى منخفض الجودة ومحتوى غير أصلي والمشاركة. واللي بعدها بقى المحتوى الحساس دي اللي أنا معلم لك عليها، ومكتوب عليها المحتوى الذي يتم تقليله عادة ليصبح المجتمع أكثر أمانة، مثل محتوى عنيف أو صادم معين. تمام. الخطوة اللي بعد كده هنلاقي إنها بعد التقليل الافتراضي دي هنعمل تقليل المزيد، ومكتوب عليها: قد يتم نقل هذه المنشورات إلى أسفل الموجز وبالتالي لن تراها على الإطلاق. تمام. قد يظهر لك عدد أقل من المنشورات في الموجز والتي تتضمن محتوى مثل محتوى ينطوي على إيحاءات جنسية، وبعض عناصر المحتوى الذي ينطوي على عنف أو الصادم، والأشخاص الذين يقومون بمشاركة منشورات تنتهك معايير مجتمعنا على نحو متكرر. قد يظهر لك عدد أقل من المنشورات من بعض الأصدقاء وأفراد العائلة إذا قاموا بمشاركة هذا المحتوى. بندوس موافق. بعد ما بندوس موافق كل شيء خلاص انتهى. بتلاقي إن مفيش ولا أي صورة هتظهر لك ولا أي فيديو ولا أي حاجة خالص. ويبقى أنت كده يا باشا شلت كل المحتوى الإباحي أو العنيف. برضو بيشيل المحتوى العنيف اللي هو لو صور ضرب أو صور يعني فيها عنف. وحميت أطفالك من المنشورات دي أو من الحاجات دي. تمام. أتمنى لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. وخد لفة كده في فيديوهات القناة وقول لي إيه رأيك. يلا بقى، سلام.